هيحصل ايه لو حطيتي الفاونديشن بفرشة باودر؟ فرشة باودر ايه اللي تحط بيها فاونديشن؟ معلش كده ثانية واحدة، انا راضية ذمتكم، ده شكل فرشة ينفع يتحط بيها فاونديشن؟ بصوا شعرها طويل ازاي. تعالوا كده، ادي الفاونديشن اهو، وادي الفرشة. كلته. هتوزعه ازاي بقى على الوش؟ بصوا كده هنخلص نص العلبة وشكله وحش جدا. الفرش اللي ينفع يتحط بيها فاونديشن بيقولوا عليها فرش دنسلي باكت، بتكون شعيراتها كتير وقصيرة وكلها كده لازقة في بعض. بصوا شوفوا الفاونديشن ازاي فضل فوق سطح الفرشة وما دخلش جوه الشعر. وكمان اتفرد بسهولة من غير ما احتاج كمية كبيرة. عرفتوا ليه بقى ما ينفعش نحط فاونديشن بفرشة باودر؟ شاهد الفيديو بقى، ما تنسوش تعملوا فولو.